الخلطة اللي احنا بنجهزها النهاردة اللي انتوا شايفينها دي خلطة للحمام، بس لازم نستخدمها صح. الخلطة ديت لو انت استخدمتها غلط انت ممكن تدمر الاب والام وفي نفس الوقت برضو تدمر الزغاليل، فلازم نستخدمها صح وفي الميعاد. يعني هي ليها ميعاد لازم نستخدمها فيه. كلنا بنحب الحمام وبنحب نربي الحمام زي ما انتوا شايفين كده اهو، بس لازم نشغل دماغنا صح معاه. طبعا بصوا الحمام لما شافني دخلت السلاكه وشافني جهزت الخلطه ديت بدأ يرفرف زي ما انتوا شايفين كده. فالنهارده ان شاء الله هقول لك الخلطه دي تستخدمها امتى وتستخدمها ازاي، لان في ناس كتير جدا جدا بتستخدم الخلطه دي غلط، وساعتها الحمام بيحصل عنده مشاكل كبيره جدا جدا. والمشاكل اللي هتحصل من ورا الخلطه ديت والله يا شباب ما ليها علاج. يبقى لازم نستخدمها صح ولازم نعرف نستخدمها امتى وفي الميعاد الصح. انا عن نفسي اول ما بخش عند الحمام ببدا ان انا اجهزها كده واسيبها على جنب وابص على حمامي اشوفه محتاج ايه، بعد كده بخش عليه بالخلطه. وطبعا ده جردل الاكل زي ما انتم شايفين كده. كلنا عارفين ان الاكل غلي وكلنا عارفين ان الاكل سعره رفع، فلازم نشغل دماغنا صح مع الحمام عشان نقدر نكسب منه ونقدر نستفيد منه. مش شرط يكون عندك حمام كتير، ممكن تعمل لك 10 جواز 15 جوز، بس في الاخر تقدر ان انت تهتم بيهم وتقدر تصرف عليهم، وساعتها ربنا هيكرمك بالانتاج. وزي ما انتم شايفين ده انتاجنا بتاع الشهر اللي فات. بسم الله ما شاء الله، بنسأل يا رب البركة والزيادة للجميع وعايزين الخير عند الناس كلها. تعالوا بقى نشتغل صح ولو مرة عند الحمام عشان خاطر نقدر نستفيد منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح العسل، صباح كل حاجة حلوة على اخواتنا وحبايبنا اللي مشرفينا في القناة. تحياتي ليكم وتحياتي للجميع. النهارده ان شاء الله فيديو جميل مع الخلطة السحرية بتاعة الحمام في الوقت المناسب اللي انت تستخدمه ليه. هنعرف كل دوت مع بعضينا، بس عايزين نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونعمل لايك للفيديو. لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل الجرس، وخليك على يقين الفيديو دوت ما وصلكش بالصدفه، لا ده انت بتحب الحمام ومدمن كمان تربيه الحمام، فعشان كده الفيديو دوت فيه كميه معلومات ليك بسم الله ما شاء الله. فيا ريت بقى تشرفنا باللايك بتاعك. وزي ما انتم شايفين احنا سيبنا الخلطه لمده دقيقة أو دقيقتين، بدأت إن هي تتقل معانا. برضو هنسيبها أكتر وأكتر وهقول لك هتستخدمها إزاي. كل اللي طالبه منا في الفيديو دوت تعمل زي ما أنا بعمل. إيه اللي أنا بعمله؟ أول ما بخش عندي السلاكة ببدأ إن أنا أحط للحمام اللي تحت منه زغاليل أكل، لأن هو بيبقى أكتر حمام جعان. طيب الأكل اللي أنت بتأكله إيه؟ تعالى أوريكم برضو الأكل اللي أنا بأكله إيه. زي ما انتم شايفين حاطط ذره صفراء على ذره عويجه على غله وبقلبهم في قلب بعض، وببدا ااكل الحمام اللي تحت منه زغاليل. طبعا دول تحت منهم زغاليل، والفيديو ان شاء الله هيكون على الزغلولتين اللي جوه دول، لازم نعرف هنعمل معاهم ايه. في نقطه حابب اتكلم فيها دلوقتي. احنا حطينا اكل للحمام اللي تحت منه زغاليل. طبعا لو الحمام دوت عنده ميه الافضل انك تشيل من عنده الميه. طب ليه هتشيل من عنده الميه ما هو تحت منه زغاليل؟ هقول لك ليه برضو. لان شيله الميه من عند فرد الحمام هيخليه يهتم بالاكل اكتر واكتر. انا عايز فرد الحمام يملى حصلته اكل، مش عايزه يملى حصلته ميه. فرد الحمام لو اكل درايتين وغليتين ودخل شرب شويه ميه هيروح ياكل الزغلول ميه بس، فعشان كده بنشيل من عنده الميه لحد ما يشبع نهائي، وبعد كده بنقدم له الميه بتاعته عشان خاطر يخش ياكل الزغاليل. طبعا زي ما انتم شايفين هنا الزغاليل بدات ان هي تخش تلقط مع الاب والام اهو، وكده بداوا يفتموا نفسهم بنفسهم، وهو دوت اللي انا كنت عايزه. تعالوا بقى نحطوا اكل للحمام ده كله ونرجع لكم تاني نشوفوا هنعملوا ايه مع الخلطه السحريه. وبكده زي ما انتم شايفين الحمام كله بدأ ان هو ياكل. هسيب الحمام اللي تحت منه زغاليل يشبع، بعد كده هنقدم له الميه ونشوف رد فعله ايه لما يشرب الميه بتاعته. نرجع بقى للخلطه بتاعتنا. بصوا كده الخلطه تقلت اكتر من الاول زي ما انتم شايفين كده. طبعا كنتوا كلكم شايفينها في بدايه الفيديو كانت خفيفه، دلوقتي تقلت. هبدا ان انا ازود عليها شويه ميه بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت، وابدا اقلب تاني. وكل ما هسيبها كل ما هتتقل معايا، بس اللي انا عايزه ان انا استخدمها صح للزغاليل، لان الخلطه ديت مهمه جدا جدا للزغاليل. في ناس بتقول لي الزغاليل بتطلع عندي مقفعه. يعني ايه مقفعه؟ يعني الزغلول بيكون بصحه مش كويسه ولازم ان انا ارفع مناعه الزغلول. طيب الخلطه دي بتعمل ايه؟ الخلطه ديت بترفع مناعه الزغلول
وبتسوي كالسيوم جميل جدا جدا للزغاليل، وفي نفس الوقت فيها مطهر معده، وفي نفس الوقت فيها رافع مناعه، فيها اكتر من ميزه لفرد الحمام والزغلول. بس لازم نستخدمها صح، لان احنا لو استخدمناها غلط هندمر الزغلول وهتدمر الاب والام. ما هو يا شباب زي ما انتم عارفين احنا عايزين نفيد الحمام ما نضرهوش، فكل خلطه هنقدمها لازم نعرف هنقدمها امتى ونقدمها ازاي. وزي ما انتم شايفين كده القص الهزاز يعتبر اكل وبيدور على ميه. لو جينا اخدنا المسقه من عنده هنلاقي المسقه فاضيه تماما بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت، ناشفه. طيب انت سايب المسقه ناشفه ليه؟ هقول لك دلوقتي. انا سايبها ناشفه ما فيهاش نقطه ميه عشان المنظر اللي انت هتشوفه دلوقتي. كل اللي عليا كده هبدا ان انا املى المسقه ميه اهو، تمام. وتعالوا شوفوا المنظر الجميل اللي هيحصل دلوقتي عند الحمام لما يشوفوا الميه، وبالذات الحمام اللي تحت منه زغاليل. ادي جوز الهزاز اهو زي ما انتم شايفين. هندخل له الميه بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت كده. هيخشوا يشربوا كميه كبيره جدا جدا من الميه وهم خلاص مالين حصلتهم اكل. فهو ده اللي انا عايزه، ان هو يملى حصلته اكل وبعد كده اقدم له الميه. بص بقى بالخطوات ايه اللي هيحصل. الفرد الحمام كل وشبع وشرب ميه كده، ما قداموش حل الا زغاليله يبدا ان هو يخش عليها. طبعا هيخش عليها دلوقتي هينفخ حصلتهم اكل، مش هينفخ حصلتهم ميه. تعالوا بقى نتفرجوا على المنظر الجميل دوت. نقفوا كده على حته عاليه ونشوفوا اللي هيحصل دلوقتي مع جوز الهزاز اهم زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه عملوها دخلوا ناحيه العيال. طبعا الام واقفه اهي، هتمسك الزغلول دلوقتي هتملى حصلته اكل وميه، مش هتملى حصلته ميه بس. للناس بقى اللي دخلت بتقول لي انا بمسك الزغلول بلاقي حصلته ميه بس. ميه بس دي ليه؟ لانك انت كنت سايب الميه قدام منه. برضو المسقه دي ناشفه اهي، هناخدها نملاها ونتفرج على الجوزين مره واحده هيخدموا زغاليلهم ازاي. كل اللي انا طالبه ان انا عايز الاب والام يعملوا اللي عليهم مع الحمام. يعني انا دلوقتي الخلطه اللي انا عملتها دلوقتي دي هستخدمها، بس مش هستخدمها دلوقتي. عايز اشوف الاب والام هيعملوا ايه مع الحمام الاول، وبعد كده ابدا اخش بالخلطه بتاعتي. وهقول لك الخلطه دي فوائدها ايه وازاي هتضر الاهالي، مع انك انت هتاكلها للزغاليل. هعرفك كل حاجه ان شاء الله. بس انا عايزك تشوف المنظر دلوقتي بعد ما الاب والام يشربوا ايه اللي هيحصل مع الزغاليل. كده الام اهي دخلت زي ما انتم شايفين، بدات تاكل عيالها ما تفكرش، يعني هتملى حصلتهم اكل وميه. فيفضل انك انت تشيل الميه من عند الحمام وانت بتقدم له الوجبه، بالذات الحمام اللي تحت منه زغاليل. بص كده، واحد مسك زغلول، الاب مسك زغلول والام مسكت زغلول، وهتبدا تاكلهم بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله ما شاء الله. بنسال يا رب البركه والزياده للجميع، وعايزين الخير عند الناس كلها. وعند الهزاز نفس الكلام برضو، بداوا ان هم ياكلوا زغاليلهم. عشان كده بقول لك امنع الميه شويه من عند الزغاليل وبعد كده قدمها بعد ما تقدم الاكل. يلا بينا بقى نعمله حاجه تانية احلى وبرده هتطلع مستفاد. ولو عجبك المنظر اللي انت شايفه دوت يا ريت ما تبخلش علينا باللايك بتاعك. تعالى بص ايه اللي بيحصل هنا. من الحنيه الاب بياكل الام. بص كده المنظر دوت، الاب بياكل الام وبيخشوا ياكلوا عيالهم. كده الجوز دول هيهتموا بعيالهم ان شاء الله، والجوز دول هيهتموا بعيالهم ان شاء الله. وفي جوز تحت هنا الابالق دول اهم زي ما انتم شايفين نفس الحركه برضو، دخلوا ياكلوا عيالهم اهو. انا عايز زغلول كويس، عايز زغلول بصحه ممتازه، فلازم ان انا اشغل دماغي ولو لحظه مع الحمام. موضوعنا النهارده بقى مع اليمنيات. بصوا اليمنيات عملوا حركه جميله قوي. بصوا عملوا الزغاليل ازاي، الزغاليل قفعت منهم ازاي زي ما انتم شايفين كده. طيب المطلوب مننا نعمله ايه؟ طبعا هم ما عندهمش مسقه ميه، هنجيب لهم مسقه الميه ونشوفهم هم يعملوا ايه. دخلنا اهو بمسقه الميه يا شباب عند اليمنيات. طبعا اللي احنا هنتكلم فيه النهارده بيحصل في كل غيه، وبيحصل في كل مكان انت بتربي فيه حمام، وبيحصل عند اي غاوي. فبالتالي لازم ناخد بالنا وناخد حذرنا كويس جدا. انت بتتعب وبتشقى لحد ما تطلع زغلولتين، فبالتالي لازم تشغل دماغك معاهم ولو لحظه. كده الاب والام كلوا وشربوا، عايزين نشوف رد فعلهم ايه مع زغاليلهم. زي ما انتم شايفين كده اهو، الام دخلت هتبدا تاكل الزغاليل. طبعا الزغاليل مقفعه نهائي. يعني ايه مقفعه؟ يعني الزغاليل خاسه. تعالوا بقى اوريكم هنشتغل معاهم ازاي. كده الام اكلت واحد وما اكلتش التاني. طيب الناس اللي بتسالني هي اكلت واحد وما اكلتش التاني ليه؟
لان في زغلول بيبقى عند ابوه وامه اسمه الزغلول الغلس، اللي هو بيمد رقبته لامه، فهي بتكون مهتمه بيه اكتر من التاني. الزغلول التاني بيبقى قاعد ومستني امه ومستني امه هي اللي تاكله، لا انا عايز الزغلول هو اللي يدافع ويعمل الحركه دي عند امه. بصوا كده اهي زي ما انتم شايفين، واحد بيمد دماغه عشان ياكل والتاني مش قادر ان هو يرفع دماغه اصلا. فاحنا كل اللي علينا دلوقتي هنسيبوا الاب والام دول يعملوا اللي عليهم، وفي الاخر احنا هنتدخل. بصوا الام زهقت ازاي، يعني هي رفعت دماغها عند الزغلول ومرضاش ان هو ياكل منها، فزهقت وطلعت بره البياضه. هنسيبها تاني تجرب محاوله تانيه وتجرب محاوله تالته، وبعد كده احنا هنبدا ان احنا نتدخل. نرجع بقى للخلطه بتاعتنا نشوفوا كده اهي. طيب خلاص هي كده بقت كويسه، احنا هنسيبها دقيقتين تاني ولا حاجه ونشوف رد فعل الحمام ايه مع زغاليله. الحمام اللي فوق اهو بصوا بسم الله ما شاء الله لسه بياكل لحد دلوقتي، والهزاز يعتبر اكل وخلص زي ما انتم شايفين كده. ويا عيني اليمنيه رايحه جايه عايزه تاكل، بس هم مش راضيين يرفعوا دماغهم، وهي دي بقى المشكله اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. الزغلول مش راضي يرفع دماغه لامه. طبعا زي ما انتم شايفين الام ما يقاستش ان هي تاكل العيال، بس اللي هو مش عايز يرفع دماغه دوت مزاولها شويه. فكل اللي عليا انا هعمله، هي تعتبر بصوا تعتبر جابت زغلول واحد اهو، هبدا اجيب الزغلول اللي هي اكلته دوت اطلعه بره واسيب لها الزغلول التاني ونشوفوا رد فعلها ايه معاه زي ما انتم شايفين كده اهو. طب الزغلول التاني هنوديه فين؟ القص اللي تحت دوت بياكل اهو. تعالوا بقى نعمل ايه كده بقى؟ نعمل حركه جميله. هناخده دوت نسيبه لهم، وناخده الزغلول دوت نحطه هنا، ما انت بقى لازم تشغل دماغك، وناخده الزغلول التاني اللي هو ده نحطه هنا. ولاحظت حاجه في الزغلول دوت وانا ماسكه كده هقول لكم عليها برده دلوقتي. اللي علينا بنجرب اكتر من حاجه، يعني احنا اللي علينا بنجرب اكتر من حاجه. يا ترى دول هيخش ياكلوه ولا مش هياكلوه ولا هيضربوه؟ هنعرف دلوقتي. بصوا كده فوق اهو، لما خدنا الزغلول اللي هو واكل، الام دخلت للتاني جابته غصب عنه وبدات تاكله بالمنظر اللي انت شايفه دوت اهو. تمام؟ يبقى ام اكلت واحد وشلناه حطيناه تحت البلق اللي تحت، عايزين نشوف رد البلق ايه. وفوق هنا هي مسكت واحد وبدات هنا تاكله 5 دقايق برده كده ونشوفوا ايه اللي حصل معاه، لان الزغلول دوت لو ما كلش ممكن يقع مننا. طبعا اللي احنا لاحظناه في الزغلول، واحد واكل وزي الفل والتاني واكل وحصلته ما فيهاش نقطه ميه. طبعا زغلول شبه كده ممكن يموت من عندي، فانا لازم ان انا اتدخل وابدا اديله الميه كده اهو زي ما انتم شايفين. وبكده الزغلول هيبقى شبعان واكل، واخوه برده ممكن نديله شويه ميه عشان نبقى فوقناهم سوا اهو زي ما انتم شايفين. ونرجع بقى لابوهم وامهم نشوفوهم عملوا ايه مع الزغلول التاني. طبعا زي ما انتم شايفين النتايه ما زالت لسه بتاكل واحد بس، بدا ان هو يرفع راسه لما بقى لوحده، وبدا ان هو يغلس على ابوه وامه، وده اللي انا كنت عايزه. ودول مش عاطيين الزغلول اي انتباه تماما. طيب ناخده من عندهم ونشوفوا هنعمل معاه ايه. رجعنا دول للاب والام اهو، وخدنا الزغلول بره زي ما انتم شايفين كده. بصوا الام مأكلاه شويه بس اخوه ما كانش واكل نهائي. هنشوفوا دلوقتي مع بعضينا احنا هنعمل ايه. طبعا الام خلاص خلصت اكل تمام. تعالوا نبصوا عليه ونشوفوا ايه الدنيا معاه. للاسف برضه مش قادره تنزل له الا ميه بس، يعني هي نزلت له ميه بس. نرجعه بقى ده للاب والام ونشوفوا رد فعلهم ايه. لو ما لقيناش رد فعل من الاب والام هنضطر بقى ان احنا نتدخل دلوقتي. طبعا زي ما انتم شايفين كده الاب والام عملوا اللي عليهم، مش قادرين يعملوا حاجه تاني اكتر من كده. طيب الزغاليل بقى ديت في العمر دوت محتاجه دفى، يعني الاب والام محتاجين ان هم يدفوهم. تعالوا كده بقى هنعمل اخر مرحله معاهم، وهتبقى اخر تجربه ان شاء الله، وبعد كده هنخش عليهم بالخلطه. قص شبه دول قص حضان. طبعا انا القص الحضان دوت بخليه يخدم على الحمام التاني. كل اللي عليا هبدا ان انا اشيل الذكر كده اهو زي ما انتم شايفين. واهم شيء يا شباب المتابعه، اهم شيء المتابعه. هنحط زغلول كده اهو، وهنحط زغلول تاني كده زي ما انتم شايفين، ونشوفوا رد الفعل بتاع الاب والام ايه. هل هيضربوهم؟ هل هيدفوهم؟ لا هيضربوهم. بص بص بص، خدت بالك؟ بس شكرا 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 منك يا معلم. كده خلاص
لازم بقى احنا نتدخل دلوقتي، وتعالى اوريك بقى هنتدخل ازاي مع الزغلولتين دول. طبعا زي ما انتم شايفين هنا كان في بيضايه، البيضايه ديت لسه متباضه، دي هنتدخل بيها برضو. اهم شيء تكون البيضه ما عرقتش دم، يعني خليك حافظ الكلمتين دول كويس. انا عارف ان البيضه دي متباضه امبارح، والحمام ده كنا متجوزينه من يومين، يعني ما لحقتش ان هي تعرق دم. هبدا احط البيضايه دي كده على جنب، ونبدا بقى نشتغل مع الزغاليل ديت ونشوف هنعمل معاهم ايه. طيب ما اشتغلتش معاهم ليه من البدايه؟ لو كنت اشتغلت مع الزغاليل دي من البدايه واكلتها يدوي، كان ساعتها عمر ما هيهزوا دماغهم للاب والام. ولو ما هزوش دماغهم للاب والام يبقى انا كده بوظت الاب والام وتلفت معاهم الدنيا. خلاص الزغلول ما هزش دماغه، فبالتالي الام مش هتسال، والزغلول كمان هيبقى شبعان وقاعد. ممكن في يوم وانا بره كده الزغلول دي تقع مننا وتموت مننا. طيب ايه اللي انت هتعمله؟ سبت الاب والام يعملوا اللي عليهم وغلسوا غلستهم، احنا بقى هنبدا نتدخل عشان الزغاليل دي ما تقعش مننا. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، دي الخلطه هنرجع ان احنا نقلبها تاني كده اهو بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت. هات كده اهو، قلبناها وسيبناها 5 دقايق 10 دقايق، وبعد كده هنبدا ان احنا نسحب بالسرنجه ونيجي على زغلول. هات لي الزغاليل كده، نيجي على زغلول. الكلام دوت يا شباب هنعمله بعد ما الاب والام يعملوا اللي عليهم. تمام، هنديله على قد حصلته اهو. تمام، الزغلول حصته اتملت اهي زي ما انتم شايفين. نيجي برده على اخوه ونديهم على قد حصلته. طيب ما عملتش ليه الكلام ده من بدري؟ زي ما قلت لك ما ينفعش ان انا اعمل كده الا لما بعد الاب والام يعملوا اللي عليهم. زي ما انت شايف كده الزغلول حصلته اتملت اكل وبقى شبعان. هنبدا بقى ناخده بالمنظر دوت كده اهو زي ما هو، ونرجعه لابوه وامه. يبقى احنا كده خلاص عملنا اللي علينا معاهم. طيب اللي اتبقى دوت هنعمل بيه ايه؟ ممكن نمر على الزغاليل برضو التانية اللي هي شبه كده اللي امها سابتها وعملت معاها الصح، نكمل لهم. هنا برضو نفس الكلام. اتفقنا يا شباب؟ طب ايه اللي انت استخدمته دوت؟ انا استخدمت توب ميكس تاكيل يدوي، بياكل معاك من عمر يوم لحد الفطام، وبيساعد الحمام. طبعا كلنا فاكرين الجوز دول اهم، لما البيض فقس عندهم ما كانش بيلبنوا، لبنا الزغلول لمده يعتبر 3 ايام او 4 ايام. ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين الام بدات تاكل الزغلول بتاعها. يبقى هي مشكلتنا كلها كانت في مرحله اللبا، والحمد لله مرحله اللبا عدت والام دخلت تاكل اهو، بس احنا مش شايفين من الذكر. وهنا الام دخلت تدفي ومش مطلوب منها الا التدفيه. ممكن 2 3 على فكره لما الام دي تبدا تخشن لزغاليلها ناخدوا الزغاليل ديت نحطها هنا، بس برضو احنا عايزين نشتغل معاهم لحد اخر لحظه. وده طبعا البودر اللي احنا استخدمناه اهو يا شباب، اسمه توب ميكس. طبعا موجود كل يوم جمعه في سوق اسكندريه، فيه بروتين وكالسيوم واملاح معدنيه وفوسفور ومضاد حيوي طبيعي ومقوي مناعه ورافع مناعه ومطهر معده، بياكل معاك الزغلول من عمر يوم لحد الفطام، وبتساعد بيه الزغاليل زي ما انتم شفتوا كده. وبنسال يا رب البركه والزياده للجميع، وعايزين الخير عند الناس كلها. ويا ريت اللي ناقصه اي حاجه يكتب لي في التعليقات، ودوت في ان شاء الله متاح شحن جميع المحافظات. واستنونا في كل فيديو جديد مع احلى اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.